شكرا على تلك الأيام التي لا تنسى، شكرا على كل قطرة عرت سالت تعبا وحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على الكثير. يا لها من أيام قاسية ويا لها من نهاية صعبة. يا هي لحظات، يا هي لحظات. الآن عندي من الذكريات القديمة لوعة، عندي من الذكريات القديمة لوعة وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، أو هكذا كل حلم يرحل فجأة. والله انت احلى اسمر في الملاعب، والله اخلاقك يا جوميز يا اخي. هذا اللي قال لك ينحط على الجرح يبقى يا اخي مشكو. شوف كيف امتص غضبه، شوف الاخلاق العاليه. جميلة بين عبد الله المعيوف ومحمد عواد، الاسم اللي عاد بعد صعوبات كثيرة. قدم مباراة كبيرة محمد عواد أمام الهلال. تلعب الآن ولا زالت. الله الله. فهذا في آخر المباراة اتجه لنفس الطفل هذا اللي شوف كان يسأل عن الطفل اللي خاف من فرحتي، اتجه له وقدم له التيشيرت. شكله راح البيت. شوف اللقطة. شوف زي يقول هو نفس الطفل. ايوه حلو. خاف زيادة. الطفل خايف، ترى الطفل خايف. هو الطفل لا زال خايف، بس انه حصل على تيشيرت جوميز في هذه المباراة. ماذا يفعل الآن سلمان؟ يقوم بتقليدها للمعيوف في بروتوكول الهلالي وأجواء الهلالية. نعم يا سادة، إنه الهلال وبيئة الهلال وكأس للهلال ولقب. سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم الذي كرة القدم السعودية ربما لن تنجب مثله خلقا وفنا. لقيت اغلب اللعيبه يعني يقتدون بربع ما يقتدون يعني الشنو. كان ممثل يوزع التيشيرتات على الجماهير على الجماهير. في اللقطة الماضية نور الدين برابط يحاول يلعب المرتدة السريعة، التمريرة الطويلة، سلمان فاهمين بعض. يزين الروح الرياضية. يا حلاوة اللقطة، يا جمال كرة القدم عندما تكون بتنافس رائع ما بين اللاعبين. شوفوا هاللقطة. هذا هو النجم الكبير ياسر القحطاني. الكرام مشاهدينا، تأتي واللحظات الأخيرة، تأتي ما أصعبها من لحظات الآن هو الدخول فيها هذا النجم عند الكرام. اترك بعينيك الكلام، اترك بعينيك الكلام، فسيقرأ من أحدث سوادها آخر. اترك بعينيك الكلام، إنها تعبر في هذه اللحظات عن مسيرة مليئة بالذهب والفرح والألقاب والمتعة
لحظات يا مخرج خليك. يقولون بأن الزمن لص ظريف يسرق شباب، الزمن لص ظريف يسرق شبابنا، لكنه لن يسرق ابداعات الشلهوب الذي يخرج الآن. وأنا متأكد حتى نعم حتى الاتحادية، الأكف الاتحادية هي من ماذا. ستبدأ بممر شرفي لأبطال الصحة والأمن بمبادرة رائعة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تقديرا لجهد هؤلاء الأبطال الذين ضحوا وبالتأكيد لا يزالون يضحون من أجل الوطن. بالتأكيد يحتاجون إلى الكثير من الدعوات، من الشكر، ويستحقون منا الكثير من الحب، من الوفاء لهذه الفئة من أجل هؤلاء للفوق. يبدو أنه هو الأقرب للمشاركة، أعتقد سيكون بدلا من تياغو نيفيز، أعتقد ذلك، لكن حتى الآن